بيبدأ فيلمنا النهاردة بأسطورة تاريخية عن القائد الشبح، وإن الشبح ده موجود في كل زمان، وبتكون مهمته الأساسية إنه يجمع عقود للشياطين. وفي زمن من الأزمنة بنشوف الشبح ده بيجيب عقد للشيطان، ولما بيحصل عليه بيكتشف إنه عقد قوي جدا، فبيطمع فيه وبيقرر إنه ما يسلمش العقد ده للشيطان، وده لأنه بيكون فيه أكتر من 8000 روح شريرة. بتاخدنا الأحداث بعد كده للعصر الحالي، وبنشوف جوني وأبوه بارتيون واللي بيعملوا عروض لدراجات بخارية، وبنشوف جوني بيفقد سيطرته على دراجته وكان على وشك إنه يقع. بيخلص العرض وبيقول له أبوه إن لازم يركز أكتر في العرض لأنه ممكن يعمل له إصابات خطيرة. بنشوف بعد كده فرشتهم الصغيرة وبيصلح أبوه في دراجته البخارية، وبتظهر روكسي صاحبة جوني وبيخرجوا مع بعض. لكن بتفاجئه روكسي لما بتقوله ان ابوها مش موافق انهم يتجوزوا، وانه كمان قرر ان يبعتها تسافر تقعد مع امها. لكن جوني بيقولها ان مش ممكن يستغنى عنها وانه مستعد يهرب معاها لاي مكان. بيرجع جوني للبيت وبيلاقي ابوه نايم وهو كان بيتفرج على صوره، وبيلاقي ورقة فيها نتيجة تحاليل ابوه، وبيعرف ان ابوه عنده سرطان. بينزل جوني يقعد في ورشتهم وبيفكر هيعمل ايه مع ابوه، وفجأة بيدخل عليه راجل شكله غريب وبيقول لجوني انه انبهر بالعرض اللي قدمه، وبيقول له انه ممكن يخلي ابوه يرجع تاني بصحة كويسة. وهنا بنعرف انه الشيطان مفسته، وبيطلب من جوني مقابل كده ان ياخد روحه، وبيطلع له عقد. واول ما بيمسكه جوني بيقع منه نقطة دم، وبيعتبر دي موافقة من جوني على العقد مع الشيطان. وفي تاني يوم بيقوم جوني من النوم وبيشوف ابوه قدامه، وبتكون فعلا صحته كويسة جدا. وبيتكلم مع جوني بكل نشاط وبيقول له انه كان مخبي عليه انه عنده سرطان، لكنه راح كشف النهارده والدكتور قال له انت رجعت تاني كويس ومفيش اي حاجة. وبنشوفهم بعد كده بيجهزوا علشان يبدأوا عرضهم، لكن بيفاجئ جوني ابوه بيقول له انه مش هيشتغل معاه تاني، وانه هيسيب البلد وهيسافر مع روكسي. وبيديله ابوه مفتاح الموتوسيكل بتاعه وبيقرر انه هيعمل العرض لوحده. وفي اثناء ما بيكون جوني هيسيب المكان ويمشي، بيسمع صوت دوشة في القاعة وبيدخل، وبيتفاجئ ان ابوه وقع في النار بتاعة العرض ومات. وبيشوف مفسته من بعيد بيختفي، وبيعرف ان هو اللي قتله. بيخرج جوني بالموتوسيكل وبيظهر مفسته قدامه فجأة وبيقع من على موتوسيكله، وبيهدده جوني انه اللي قتل ابوه. لكن مفسته بيقول له انه عالجه من السرطان وان اتفاقهم كان كده وبس. وبيمسك مفسته جوني علشان يتحول لشيطان وينسى كل الناس اللي بيحبها، وفعلا بيسيطر عليه وبيقول له ان دلوقتي بقى ملكه. وبيكمل جوني وبيوصل لروكسي في المكان اللي مستنياه فيه، لكن بيسيبها وبيمشي بدون ما يقول اي كلمة. بتمر السنين وبنشوف جوني بيعمل نفس العرض اللي كان بيعمله مع ابوه، لكن بيكون اخطر وبيكون من اكتر الناس المشهورة في العالم في عمل عروض الدراجات النارية. لكن فجأة بيفتكر مفوسته وكمان بيشوف العقد قدامه، وبيقع من على الموتوسيكل فجأة وبيجري كل الناس حواليه، لكنه بيقوم وكأن مفيش أي حاجة حصلت. بنشوفه بعدها بيتكلم مع مدير أعماله بيقوله إن لازم يركز في العرض أكتر من كده علشان ما يحصلوش إصابات. وفجأة بنلاقي الدنيا بتمطر نار بشكل مخيف، وبيظهر بلاك هارت قدام بار وبيحاول يدخل، لكن بيمنعه واحد من الحراس انه يدخل، لكن بلاك هارت بيمسكه. وبنشوف جسم الراجل بينشف وبيختفي فجأة. وفي البار بيظهر خارقين بيتحكموا في المية والهواء والتراب، وبيتكلم معاهم بلاك هارت اللي بنعرف انه بيتحكم في التلج، وبيقول لهم ان في عقد في مكان قريب من هنا وانهم لازم يدوروا عليه ويلاقوه بأي طريقة. بيقابل بلاك هارت مفوسته وبنفهم من الحوار انه ابوه، وانه بلاك هارت متضايق من ابوه لانه ما ادالوش قوة النار واداله بس قوة التلج. وبيقول له مفوسته ان الشبح اللي معاه قوة النار هيوصل وهيخلص عليه. بنشوف بعدها جوني بيعمل لقاء تلفزيوني وبنعرف ان المذيعة تبقى روكسي، وبعد ما بيخلص بتسيبه وبتمشي من غير ما تتكلم معاه. وبنشوف جوني بيجهز لعرض جديد وبيفتكر كلام ابوه زمان انه لازم يعدي بالدراجة النارية من فوق طيارات هليكوبتر، ورغم ان صاحبه بيحذره لكنه بيصمم على رأيه. وبنشوف فعلا 6 طيارات هليكوبتر وجوني ناوي ان يعدي من فوقهم، وفعلا بنشوفه بيتحرك بسرعة عالية جدا، وبنشوفه بيفكر في روكسي وبيقدر ان يعدي من فوقهم. وفي الطريق بره بنشوف روكسي بتتكلم مع صاحبها، وفجأة بيظهر جوني لكن ما بيوقفوش العربية، ولان جوني بيكون عاوز ياخد ميعاد من روكسي بيقف قدام العربية وبتقف فجأة، وبيتكلم معاها وبتقول له انه سابها من زمان وانها مش هترجع له تاني، لكنه بيقنعها انهم يتعشوا مع بعض وفعلا بتقتنع وبياخد منها ميعاد. بنشوف روكسي بتستنى في المطعم وبيتأخر عليها جوني، لكن في البيت بنشوف جوني بتتحول ايده للون الاحمر،
وبيتفاجئ ان الموتوسيكل بتاعه بيختفي وبيخرج يدور عليه وبيلاقي فجأة، وكمان بيلاقي صوت عالي، وهنا بيظهر مفوستو اللي بيقول لجوني انه كان متابعه طول الفترة اللي فاتت ومبسوط بالنجاح اللي هو وصل له، وبيقول له ما يقلقش هيرجع لطبيعته. وبيستغرب جوني ان الحارس عارف الحقيقة، لكن الحارس بيكمل وبيقول له ان هو الشبح الجديد، وان الصبح بيكون انسان طبيعي لكن بالليل هيتحول لشبح. وكمان بيقول له ان اي حد هيبص في عينه وهو متحول لرجل النار هيموت على طول، وده نفس اللي حصل للحرامي الليلة اللي قبلها. بنشوف بعدها الصحافة بتتكلم عن اللي حصل اليوم اللي قبله، وكمان بنشوف البنت اللي دافع عنها جوني وهي بتعمل حوار مع روكسي وبتقول ان اللي انقذها هو هيكل عظمي مشتعل وجسمه بيطلع نار، وبتوصف القائد، لكن بتكون روكسي مش مصدقة البنت. بيخلص الحوار وبيجي جوني وبيتكلم مع روكسي وبيعتذر لها انه ما قدرش يجي الميعاد اللي كان بينهم امبارح، لكنها بتقول له انه بعد ما سابها حياتها اتغيرت، انما هو ما اتغيرش ولسه زي ما هو. بنشوف ظابط من اللي بيحققوا وهو بيلاقي اللوحة اللي عليها نمر الموتوسيكل بتاع جوني. بيروح جوني للبيت وبيحاول يدور على أي معلومات عن القوة الخارقة اللي عنده وإزاي يقدر يستخدمها أو يتحكم فيها. وقت ما كان بيقرأ في الكتب علشان يعرف أكتر عن قوته الخارقة، بتوصل روكسي للبيت وبتقوله إنها جاية تودعه لأنها خلاص هتسيب المدينة، وكمان بتعتذر له عن الكلام اللي قالته له، وبتقوله إنها عاوزة تعرف السبب اللي خلاه ما يجيش الميعاد بتاعهم رغم إنه هو اللي طلب منها إنهم يخرجوا. فبيبدأ جوني يحكي لروكسي كل اللي حصل له مع مفوستو، وإنه وقع على عقد مع الشيطان زمان، وإنه بيتحول لرجل النار، وإنه بيحاول يبعد عنها علشان ما يأذيهاش. بتسيبه روكسي وتمشي، وبيحاول جوني يتخلص من بلاك هارت علشان يرجع لطبيعته، وفعلا بيروح علشان يقتله، لكن بيدخل في حرب مع الراجل اللي بيتحكم في الهوا، لكن بيقدر جوني إنه يتخلص منه بسهولة. وبتكون روكسي ومجموعة من الناس واقفين وبيشوفوا جوني، وبيفهم بلاك هارت إن جوني بيحب روكسي. بتروح روكسي لبيت جوني وبتلاقي صاحبه، وبيجي بلاك هارت وبيقتل صاحب جوني وبيقرر يخطف روكسي، لكن بيجي جوني وبيحاول يبص في عينه علشان يقدر إن يتخلص منه، لكن بيقول له بلاك هارت ان جسمه مفهوش روح من الاساس علشان يقدر ان يقتله. وبيقول كارتر انهم لازم يوصلوا للمدينة اللي موجودة في الاسطورة، لان اكيد بلاك هارت هيكون مع روكسي هناك. وفعلا بيتحول كارتر والحصان بتاعه للنار وبيتحرك مع جوني وهو متحول، وبيحاولوا يوصلوا للمدينة. بيوصل جوني للمدينة وبيسلم بلاك هارت العقد، وبنشوفه بيتحول لشيطان شرير بسبب قوة العقد، وبيرمي جوني في النور علشان يكون إنسان طبيعي، لكن بيرجع جوني للضلمة تاني وبيتحول لشبح، وبيقدر بمساعدة روكسي إنهم يتخلصوا من بلاك هارت. بيظهر بعدها مفوستو وبيقول لجوني إنه هيسحب منه قوة النار وهيديها لحد تاني، لكن بيرفض جوني وبيقول له إن القوة دي هتفضل معاه علشان يستخدمها في الخير. وبيغضب مفوستو جدا وبياخد جسم بلاك هارت وبيخرج من المكان. بنشوف بعدها جوني مع روكسي في المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه زمان، وبيقول لها جوني إنه مش هيسيبها تاني مهما حصل. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.